الجدي برج الأفعال وليس برج الأقوال. في 2025 هو زعيم الأبراج، هاو الزعيم كامل قدامنا. زعيم هاو الزعيم عندنا زعيم الأبراج وعندنا الزعيم. طلعت الزعيم الحقيقي. هاي تفضل واصل. برج الجدي نقطة تحول في حياته في 2025 على خاطر دخلت له طاقة جديدة وبرشا إيجابيات حياته في 2025 على خاطر دخلت له طاقة جديدة وبرشا إيجابيات، وباش يكون شريكه العاطفي وجهه مبروك عليه. بربي باش يعرس الجدي، فما عرس في الجدي كلهم باش يعرسوا الجدي. فما عرس عند الجدي ولا لا؟ 60% من برج الجدي باش يعرس. سمير ريفي في 60% ولا لا؟ ما نعرفش اسأله هو عاد. عاد انت هات هو موجود لا ما فماش منجم ولا عراف ولا قارئ الورد يقول اسأله هو، انت تجاوب. ليه ما كنتي زعيم؟ ما نجمش شكون يتكلم قدام الزعيم، يلزم الزعيم تاع الزعامه يعرف كيفاش يتزعم. لا باش نجموا نحاسبوك اعطينا باش نحاسبوك. شوف سمير وهادي او جاي خاطر احنا شاهد في هو حتى هو برج الجدي. انا زيد شاهد في عرسي سابق. هو زاد هذاك النتيجه وطلع مبروك عليه. شويه سمير شويه والله شد نعم بيان سور زميلي باهيش شنو اما بشويه عاد نحكيو توا على شنو اللي قاعد تقول لنا مدام تاغو. جاي بيانتو في الحقائق تحقيق على الانواع الجديده هذه نتاع التنجيم ولي توندونس. شوف وجهك كيفاش انا في وسطهم. الورقه باش تطيح من يدك. هي التوندونس هي توندونس في تونس. توندونس في تونس لي تاغو خاطر اكتشف اكتشفنا انه فما برشا توانسه ولاو يقولوا بالطاغو يمنوا اي بالطاغو. دونك الطاغو اشياء اخرى ولكن اون بارتيكولي الطاغو. دونك تنشوفوا تراند لي توندونس هذيا ولا التنبؤات. ما جاوبتش لا ماكش باش تعرس. عندك مشكله معاك؟ عليه اخي مشكله معاك؟ انا نحبك نموت عليك. قلت لي ماكش باش تعرس. هي ماكش باش تعرس. قلت لي جاوبني انا قلت لك حاسبني عليها عم يعني اسمع كلهم ايجابيين. جيتوا لي انا وطلعت لي حكايه. يعطيك الف كل باش يعرسوا وفلوس. الجدي كملنا مع الجدي ولا نكملوا؟ خلي يحكي لنا. قال لك راه باش يحل عليكم الكتاب. يحل علينا الكتاب عاد شنو؟ قال لكم وليد ترعش. لا علاش نرعش؟ شو رضيه ببرج وشوف له رضيه برج. علاش نرعش؟ العرافه والنبوءه هذه موجوده من اول الدنيا الى يوم يبعثون. حمزه مش موجود من اول الدنيا. هذيك المشكله. التارو موجود من اول الدنيا، ما حمزه ماهوش موجود من اول الدنيا. حمزه مش موجود من اول الدنيا. هو موجود توا يحكي على التارو ويحكي على غيره. توندونس تارو حل عليكم الكتاب. هي ما يصيرش خليه يحل. باهي يحل لك. تحب تستدعاني انا نحكي فيه الموضوع؟ انا نمبر 1. هاني استدعيت روحي عندك في بارنامج. الجدي خلينا نكملوا عاد على الجدي الناس يتفرجوا. اعطينا زوز نقاط على الجدي. الجدي عنده الحظوظ كبيره في الصيف. في الصيف وقت اللي توفى السيزون. اي في الصيف عنده الحظوظ كبيره خاصه ماليا، والجدي من المحظوظين. شكرا لك يا مدام. برج الحلو 2025 الامبراطور الدلو الاوفر حظا. مرحله جديده حرفيا ومتغير في كل شيء، في افكاره في اسلوبه في لوكه في كل شيء.
تغيير تام وشامل البرج الدلو، وعنده عقد قران والا عقد شراء والا عقد سفر، والعقود عنده سيناتور نتاع عقود ونقود البرج الدلو 2025 سنة الانتصار اللي وهو كبرج الدلو يرد باله من الاحتيال الالكتروني، على خاطر باش يخدم برشا على التسويق الشبكي وباش يخدم برشا على النت، والناس اللي تخمم في مشروع على النت راهو ناجح جدا جدا البرج الدلو. وأنثى الدلو هي نجمة في 2025 وباش تكون مستقلة وعندها استقلالية مالية. نصيحة الفلك ليك في هالعام المزيان إن شاء الله أنك تخفف شوية من التخمام وتنظم نومك، ويتشائم برج الدلو إذا كان يكون ما عندوش فلوس. هاي جايتك الفلوس في 2025 إن شاء الله. ابتسم يا برج الدلو. ان شاء الله. تحيه لكل مواليد برج الدلو. نمشي الى برج الحوت. الحوت سنة النصرة والانتصار. أخيرا الحوت يشفى من جروح الماضي باش يعيش تجارب جدد. جوبيتر الحوت مجروح 24. الحوت حساس برشا، وكان عنده زحل قعد عامين ونص عنده باش يودع النحس جملة واحدة في 2025 والنصف الثاني. علاش ما تعمل ما تبدل؟ ايه النصف الثاني من السنة باش يكون متألق وعنده برشا فرص ذهبية، وعندهم ارتباط وخطوبة. والبعض من برج الحوت يودع كسرة قلب، لا يزي جروح الماضي لا يزي كسرة قلب. إيه ويبدأ في النص الأول ولا في النص الثاني؟ النص الأول يمكن تعثر شوية، لكن النصف الثاني من السنة باش الطاقة تتغير والحظوظ نتاعو تعلى، وسر جاذبيته في اللطف نتاعو برج الحوت. نجاحات مبهرة والفرحة في دار الحوت البرج. شكرا. ما فينا حتى حد حوت. حتى حد حوت. شكرا مدام تارو.